السلام عليكم، اهلا بكل حبايبي، يا رب تكونوا بخير واحسن حال. النهارده هنعمل مع بعض خلطة محشي جبارة رهيبة، هتنفع معاكي لجميع انواع المحشي وكمان للممبار. هقولك على السر الخطير اللي هيخلي معاكي المحشي مختلف تماما عن اي محشي اي حد تاني بيعمله. يعني سر كده هيخليكي تعملي محشي مختلف وريحته هتملى الدنيا وطعمه هيجنن اي حد ياكل منه، وهيسألك انت عملتيه ازاي. هيبقى مزيج كده ما بين المحشي الني في ني وما بين المتسبك، حاجة كده يعني مبهرة. حضرت كده نص كيلو من البصل ضربته في الكبة. انا هعمل المقادير دي لكيلو من الرز، يعني المقادير اللي هعملها معاكم دلوقتي لكيلو رز. لو هتعملي نص كيلو رز يبقى هتعملي نص المقادير دي. ضربت بقى البصل في الكبة زي ما قلت لكم، ممكن تبشريه بالمبشرة او تقطعيه رفيع بالسكينة. وكيلو الرز هستعمل له كيلو ونص من الطماطم. ضربت نصهم في الكبة وحطيتهم فوق البصل، والنص التاني هقول لكم دلوقتي هنعمل بيه ايه. وبعد كده انا ضربته في الكبة علشان مش عايزة الطماطم يبقى فيها مية كتير، لو ضربتيها في الخلاط هيبقى فيها نسبة مية. وطبعا احنا بنعمل في البداية دلوقتي يعتبر خلطة ني في ني، فمش مش عايزين فيها نسبة مية كبيرة. بعد كده حطيت الطماطم على البصل وحطيت شوية من الخضار كزبرة وشبت. وبعد كده نزلت بالبهارات بتاعتي، معلقتين كبار ملح ومعلقة 7 بهارات ومعلقة فلفل اسمر ومعلقة كمون ومعلقة كزبرة ونص معلقة توم باودر ونص معلقة بصل باودر. وبعد كده هقلب كل المكونات بتاعتي دي بايديا كده، هفضل اعصر فيها بايديا واقلبها وادمجهم كلهم مع بعض. يعني كانك بتعملي تتبيله للفراخ كده، زي ما بنعمل تتبيله الفراخ المشويه. بتمسكي كله كده بايديكي وتفضلي تدعكيهم كلهم كويس قوي، وتفضلي تخلطيهم بالمنظر ده لمده كده 5 7 دقايق. ريحتهم رائعه، ريحتهم مبهره ما شاء الله، مش عايزه اقولك الريحه عامله ازاي في الوقت ده. نزلت عليهم بمعلقه سمنه كبيره، لو سمنه بلدي تبقى حلوه قوي، وشويه من الزيت يعني حوالي معلقتين كده. وبعد كده غسلت كيلو من الرز وقلبته عليهم زي ما انتوا شايفين كده، بس تصفي الرز كويس. وده السر بتاعي بقى. انا بقيت الطماطم، بقيت كيلو ونص الطماطم سبكته بشوية من البصل صغيرين كده، وعملتهم زي تسبيكة المحشي او زي تسبيكة اي خضار بتعمليه. شوية بصل بتخليه دهبي كده، وتنزلي ببقية الطماطم وتخليها تتسبك كويس اوي لحد ما تنشف خالص، كأنك بتسبكي للمحشي اللي هو متسبك. وده السر بقى اللي هو خليط كده بين المحشي الني في ني والمحشي المتسبك. في البداية عملنا خلطة الني في ني وحطينا الرز، وبعد كده حطينا التسبيكة بتاعتنا. وبعد كده نزلت كمان بشوية من الخضار اللي هما كزبرة وشبت زي ما قلتلك. ما تحطيش بقدونس علشان البقدونس بيغير طعم المحشي. وبتقلبي بقى كله مع بعضه. طبعا احنا بنزود خضار عشان شوية الخضار اللي حطيناهم في الاول دعكناهم مع البصل والطماطم، فيعتبر يعني مش باينين، راحوا كده. بيدوا طعم خطير وبيدوا ريحة حلوة قوي. بس احنا بنحب خلطة المحشي يبقى باين فيها الخضار. لو انت حابة تكتفي بالخضار اللي في الاول تمام، بس الخضار لما بيبقى باين كده في الخلطة بيدي ريحة حلوة قوي يعني كده، وبيدي طعم جميل جدا للمحشي. وبتقلبي كل الخلطة بقى مع بعضها. ريحتها ما اقولكيش خطيرة بجد، ريحة جميلة جدا. كده احنا عملنا خلطة مختلفة عن اي خلطة ممكن تعمليها. يعني خلطة كده ميكس ما بين الخلطة الني في ني والخلطة المتسبكة. انا متأكدة بعد ما تجربي الخلطة دي لجميع انواع المحشي، اي نوع محشي هتعمليه اعملي له الخلطة دي. حتى لو هتعملي ممبار برضو اعملي له الخلطة دي، هتعتمديها، مش هتعملي اي محشي تاني غير بالخلطة دي. انا كنت زمان بعمل مثلا لو هعمل محشي كرنب بعمله ني في ني، ممبار بعمله ني في ني، محشي بتنجان مثلا كنت بسبك له التسبيكه. لكن بعد ما جربت الميكس ده اللي هو ما بين الني في ني والمتسبك، بصراحه اعتمدتها، ما بقتش اعمل اي محشي غير بالطريقه دي. والكل بجد بيعجبوا المحشي اللي انا بعمله، ريحته بتملى الدنيا، تجيب كده من اخر الشارع، وطعمه خطير. انا متأكدة ان انت كمان بعد ما تعملي المحشي بالطريقة دي هتعتمديها ومش هتعملي اي نوع محشي غير بيها. يا ريت يكون الفيديو عجبك ويا ريت تجربيها. ولو عجبتك اعملي شير للفيديو عشان الوصفة توصل لكل حبايبك والكل يجربها. ويا ريت ما تنسيش تعملي لايك
ولو اول مرة تشوفيني اشتركي في قناتي وفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد، واشوفكم على الف خير. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.